انا مش فاهم يعني ليه الناس كلها عماله تقول لك اقرا اقرا اقرا. يعني هل القراءه مهمه قوي كده؟ طب ثواني، ايه علاقه القراءه بتطوير الذات؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم محمد سعد وفيديو جديد. فيديو النهارده بتاع يوم السبت، فيديو تطوير الذات. قلت النهارده اتكلم معاكم عن حاجه يعني هتفيدكم باكتر من طريقه. يعني بجد والله فيديو النهارده المفروض يكون تطوير ذات وحاجات كتير جدا. المهم هنتكلم النهارده عن القراءه. طبعا في ناس كتير جدا جدا لا حصر لها اتكلمت عن القراءه واهميتها وهتفيدك ازاي وايه اللي ما يخلكش تقرا وحاجات كتير كده. بس فيديو النهارده صدقني هيكون مختلف. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا كده خليني افهمك موضوع القراءة باسلوب ممكن يكون مختلف بالنسبة لك اول مرة تسمعه. يعني ايه قراءة؟ في كاتب ممكن يكتب حياته كاملة والمشاكل اللي واجهها والصعاب وازاي تغلب عليها وازاي وصل في الاخر ان هو بقى حاجة جامدة جدا. ممكن يكتب كل الكلام ده في كتاب. ممكن كاتب تاني يعلمك حاجات عن تطوير الذات او ازاي تكون شخص مميز او حاجات في التنمية البشرية وهكذا. ممكن كاتب تاني يكلمك عن الاقتصاد وازاي مثلا يكون معاك فلوس وتعرف تستثمر وهكذا. ممكن يكون عن الاعلام، ممكن يكون في مجلات عادي ميكي والكلام ده. المهم في النهاية في ناس كتير جدا بتكتب كتب كتير جدا في مجالات مختلفة كتير جدا. فانت مثلا لو مهتم بالطبخ هتشوف كتب، هتلاقي في كتب كتير ليه علاقة بالطبخ. طيب انت مهتم بالفن، في كتب كتير جدا. وفي كل مجال ناس جامدة جدا جدا مشهورة في المجال دوت عن المجال اللي انت عايز تقرأ فيه او بتحبه. طب تمام، طب دوت ايه علاقته بالحوار ذات نفسه او بالقراءة؟ ليه علاقة كبيرة جدا. ان انت لو عايش مع شخص فانت هتشوف مثلا حياته ماشية ازاي، ايه الحاجات الصعبة ازاي بتغلب عليها، عشان انت لو كنت مكانه في نفس الموقف تعرف تتصرف. طيب جميل جدا. تخيل بقى كاتب وانت بتقرا كلام فهتحس كانك انت قاعد معاه وهو بيقول لك بص انا واجهت كذا وازاي تغلبت عليها مثلا. او انت مثلا بتحب ايه، بتحب المجال الفلاني، يفضل يحكي لك حاجات اكتر عن المجال ويفهمك الموضوع اكتر بطرق يعني اكتر خبره طبعا، عشان اللي بيكتب الكتاب دوت اكيد شخص واصل في المجال دوت لحاجه عاليه مش شخص عادي. فانت هتستفيد ايه لما تيجي تقرا؟ مبدئيا خبرتك ومعلوماتك هتزيد جدا جدا جدا. طيب حلو، ايه تاني اللي هتستفاده؟ ممكن تعرف ثقافة ناس تانية عايشين ازاي، زي مثلا الغرب. لو انت قرأت كتب بتاعتهم هتشوف حياتهم ماشية ازاي، بيعملوا ايه، بيصحوا امتى، بيناموا امتى، ايه الحاجات اللي هي غلط جدا. زي مثلا نسمع دلوقتي ان في دول مش عايزين نتكلم عن حاجات زي كده يعني، بس في دول ممكن عندهم حاجة بالنسبة لك انت في دولتك عادية، بالنسبة لهم هي دي بقى خط احمر بقى وحاجة غلط جدا. دوت احنا عرفناها منين؟ من الاخبار او لا اما من كتب او لا اما من صحف، حاجة من هناك نقلتها لنا. تمام؟ فالقراءة هتعلمك اكتر، هتزود معلوماتك، هتخليك تعرف ثقافة ناس تانية. والموضوع بايه؟ يعني انت بتقرأ كتاب فاهم، بتستفيد من غير اي حاجة وبتشوف كل حاجة وازاي من صغره لحد ما كبر او المجال دوت ازاي من بدايته لحد ما بقى جامد جدا. بتعرف كل حاجة بكتاب. الموضوع يعني في غاية المتعة حقيقي. طيب السؤال المهم دلوقتي، هل القراءة مهمة؟ طبعا مهمة. طيب انت ليه ما بتقرأش؟ انا هقول لك ليه. استنى ما تردش، انا هقول لك ليه انت ما بتقرأش. ممكن عشان اسباب كتير. القراءة مملة، بزهق لما بقرا، انا خلقي ضيق بزهق. ويا عم القراءة ايه بس، يعني انا هجيب كتاب وهفضل اقرا فيه ممكن اقعد حوالي سنة كاملة بقرا في كتاب كتير جدا. يا عم ماليش دعوة انا بالكلام ده، مش هقرا. وحاجات تانية كتير. بس صدقني الموضوع ابسط مما تتخيل. وبمجرد اصلا ما تقرا الكتاب يعني هتلاقي اول كتاب صعب بس بعد كده خلاص بقى حاجة عادية. طيب بعد ما قلت لك اهمية القراءة وهتستفيد بيها ازاي وفهمت لك الموضوع باسلوب ممكن يكون مختلف بالنسبة لك،
يحببك في القراءة ويحببك في الموضوع اكتر، والموضوع بقى مش ممل ومزهق وبتاع، لا الموضوع في غاية المتعة. تعال دلوقتي اقول لك ازاي تلتزم في القراءة. رقم واحد، تجيب الكتاب PDF ولا كتاب ورقي عادي؟ انا صراحة اللي انا بحبه وبفضله، وبعد ما جربت ده وجربت ده لقيت نفسي الكتاب اللي هو الورقي احسن بكتير جدا جدا من PDF. بس انت مثلا بتحب PDF عادي جدا مفيهاش مشكلة، الفكرة انك تشوف ايه الطريقة اللي انت بتحبه بيها PDF او ورقي وتجيبه. رقم اتنين، ابعد عن الحماس. اي حد بيحاول يعمل اي حاجه جديده تلاقيه يقول لك ايه، بس في الاول ده انا بص هقفل اللعبه فيها، هبص اقعد 10 ساعات، بس بعد كده تلاقي لك انا خالص. فانا مش عايز يعني اعلمك الموضوع باسلوب يزهقك او باسلوب يكون فيه حاجه كده تضايقك او تزهقك، لا انا عارف اصلا انت زهقان خلقه، انا عارف والله، بس الفكره لا انا حبك في الموضوع. خلي القراءه تكون اساسي في يومك من 5 ل 10 دقايق بس. بس ما تزودش عن كده. طب انت حابب اكتر، لا ما تزودش، 5 ل 10 دقايق بس. خليك اول اسبوع كده، بعد كده زود شويه. لقيت نفسك حبيت الموضوع قوي، اقعد براحتك. لو حبيت تقعد ساعه تقرا ما عنديش مشكله، بس المهم ما تزهقش نفسك في الموضوع. يعني تقرا وانت حابب تعمل كده، مش وانت مجبر مثلا او يلا بقى الوقت يعدي بقى، لا مش عايز كده. تكون بتقرا وانت حابب الموضوع. طبعا في النقطة ديت انا استخدمت الممارسة الموزعة اكتر، اللي هو بدل ما تكون قاعد ساعة بتعمل نفس الحاجة، لا ممكن تاخد ربع ساعة وبريك وهكذا. الممارسة الموزعة احسن بكتير. رقم 3، وانت بتقرأ اذا كان بتقرأ في PDF او في ورقي، اعمل هايلايت كده للحاجات اللي انت حاسس ان هي فرقت معاك، معلقة معاك، حاسس ان الحاجة ديت لا الحتة دي مهمة، الحته دي ممكن لا انساها مثلا، فانا عايز افتكرها كل شويه. الهايلايت دوت هيساعدك في انك انت لما تيجي بعد كده تبص هتبص في الهايلايت اللي انت عامله، فهتلاقي حاجه معلقه معاك انت عشان انت اللي عامل الهايلايت دوت، فهتبقى حاجه كويسه بالنسبه لك انك كل ما تبص يعني تبص على حاجه بتجذبك، انت بتحب تقراها او بتحب تشوفها، فاهم؟ والموضوع دوت بعد ما تخلص هتلاقي اصلا شكل الكتاب حلو، وانت بقى عامله كله هايلايت في الحاجات اللي معلقه معاك، فاللي هو هتلاقي شكل الكتاب بجد جميل جدا جدا. وانتم مكملين الفيديو كده لحد دلوقتي، انزلوا دلوقتي حالا اعملوا لايك سبسكرايب. حقيقة يا جدعان والله انا بتعب في الفيديوهات ديت جدا، فعايزها توصل لاكبر عدد من الناس. يعني انا بفيدكم ومش عايز اي حاجه خالص، فمش هيحصل حاجه لو عملت لايك سبسكرايب، يعني فرحوني يا جدعان مش كده؟ طيب تمام فل. لو انتوا مش عندي على الانستجرام تعالوا عندي على الانستجرام، بنزل ستوريات كتير جدا هتفيدكم. طيب فل. نخش بقى على رابع حاجه، وهي بعد ما تخلص الجلسه بتاعت القراءه اللي انت قراتها، اسال نفسك هو انا استفدت ايه دلوقتي؟ يعني انا مثلا بعد ما قرات الخمس دقايق او العشر دقايق انا استفدت ايه؟ هتلاقي الاجابه نفسك بترد عليها، انا استفدت كذا وكذا وكذا. ممكن في الاول تحس الموضوع اللي هو بارد، اللي هو ماشي استفدت ايه؟ اقرا تاني استفدت كذا كذا، والموضوع مش هتعرف تجمعه قوي. بس بعد كده لما تسال نفسك انا استفدت ايه، هتلاقيك بتقول انا استفدت ان كذا عمل كذا في الوقت الفلاني، بس بعد كده حصل كذا، وهتلاقي نفسك بتجمع الاحداث بطريقه كويسه جدا. حاجه رقم 5، اقرا في مكان هادي. خلينا متفقين ان اي ضوضاء او اي دنيا زحمه او اي صوت عالي هيخليك ما تفهمش حاجه او هيخليك يعني تكون مشتت. فحاول تخلي مكان هادي، مش هادي برضو اللي هو ما فيهوش ناس خالص بقى، لو دوت ينفع ومتاح عندك فل اعمله، لكن لو مش متاح يعني ممكن تختار مثلا وقت الصبح بدري، دوت اللي انا بعمله اصلا. بيكون كده ايه، الناس كلها نايمه، الهواء حلو، النهار طالع، الجو بقى جامد جدا، وبتكون اصلا انت فايق فمستعد ان انت يعني تستمتع بالموضوع. الموضوع مش هيبقى ملل زي بالليل مثلا او في نص اليوم الناس كلها صاحيه وفي حاجات كتير لازم تعملها ولازم تروح هنا وتعمل هنا وتعمل هنا، فالموضوع هيبقى مخنق. لكن الصبح بدري ده اللي انا مفضله طبعا. ممكن انت بالنسبه لك بالليل عادي جدا، دي مجرد يعني فاهم وجهه نظر انا بقولها لك. فالفكره في الاخر لازم تقرا في مكان يكون هادي. حاجه رقم 6 واخر حاجه،
اول كتاب يا صديقي هتبدا تقراه هتحس الموضوع اللي هو وادي الملل، يادي الصعوبه، الواحد مخنوق مش عايز يحب الموضوع دوت. الموضوع مش ممتع بزياده او مش ممتع اصلا. بس بعد اول كتاب صدقني الموضوع هيبقى شيء روتيني، وروتيني مفيد. يعني لو انت كل يوم مثلا بتقرا 15 دقايق ربع ساعه انت بتستفيد حاجه جديده، فاكيد هتاثر على يومك بالايجابي. فاهمين الفكره؟ وبس كده، ده اللي كان عندي اقول لكم النهارده، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. قبل ما اختم حابب اقول حاجه صغيره قد كده: اقرا عن كل حاجه عشان تتعلم في كل حاجه. وبس كده، لو انت وصلت معايا لاخر الفيديو انزل اعمل لايك وسبسكرايب، واستنوا ان شاء الله كل اسبوع بننزل 3 فيديوهات وبننزل ريلز كتير طول الاسبوع. الفيديوهات اللي جايه حقيقي ضرب نار، فتاكد انك عامل لايك وسبسكرايب. والى اللقاء في فيديو اخر، سلام.